ايه اللي هيحصل لك لو كلت قبل التمرين على طول؟ لما بتاكل الوجبه بتاعتك قبل التمرين على طول ما بتقدرش تتمرن بكفاءة عالية، لأن تحفيز جهازك الهضمي بيقلل كفاءة التمرين، لأن عملية هضم الأكل بتبتدي تشتغل بعد ما تخلص الوجبة بتاعتك على طول. تاني حاجة، بسبب حركة الدم في الأوعية الدموية الموجودة في تجويف البطن، بسبب العمليات اللي بتقوم بيها عشان تنقل المغذيات لمجرى الدم، بيأثر على التغذية الدموية اللي بتوصل للعضلات واللي بتحصل لك وأنت بتتمرن. تالت حاجة بقى، لأن المعدة لما بتبقى مليانة بعد الوجبة بتأثر على حركة الحجاب الحاجز، والحجاب الحاجز ده مسؤول عن 75% من عملية التنفس، وبالتالي هيأثر على عملية التهوية الرئوية، نسبة الأكسجين اللي بتوصل لجسمك وانت بتتنفس. فلو ما كانش عندك وقت ولازم تاخد الوجبه بتاعتك قبل ما تتمرن على طول، فانت هنا لازم تقلل شده التمرين، عشان شده التمرين العاليه بتاثر على عمليه الهضم وامتصاص جسمك للمغذيات بعد العمليه دي. بس لو في وقت عندك، هنا يفضل ان انت تاخد الوجبه بتاعتك قبل التمرين بساعه او ساعتين، بحيث يكون جسمك هضم جزء كبير من الوجبه اللي انت خدتها ووزع معظم المغذيات على جسمك. وخلي وجبه قبل التمرين فيها نسبه كارب عاليه، فيها نسبه بروتين قليله، وبعد التمرين العكس، لان الكارب زي ما قلنا ان هو مصدر الطاقه لجسمك. فبالتالي لما بتاخد وجبه بتاعتك فيها نسبه كارب عاليه قبل التمرين بساعه وساعتين، امتصاص جسمك للكارب ده بيخلي جسمك عنده طاقه شويه زياده عن لما بتكون الوجبه فيها بروتين اعلى، لان امتصاص جسمك لبعض المغذيات زي البروتين تاخد وقت عشان تقدر تستفيد باكبر كميه من البروتين اللي دخل جسمك. وده اللي انا قلته لك في الفيديو اللي فات. كده اكون قلت لك